السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا النهاردة هعمل لكم وصفة بجد فعلا سحرية، مش كلام وبس، علشان التشققات بتاعة الشفايف هتغنيكي فعلا عن اغلى المرطبات. انتي لو عملتي الوصفة ديت كررتيها مرة في اليوم او مرتين، مستحيل هيقابلك ابدا مشكلة تشقق الشفايف. وساعات الشفايف كمان بتبقى مجروحة لدرجة ان هي بتنزل دم. يلا بينا على طول عشان ندخل في الوصفه. بس قبل ما نبدا بالوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وشير لكل اصحابكم، وكومنت من القلب لو الفيديو عجبكم. اول حاجه معانا احنا هنحتاجه كريم ميبو، وفي البديل بتاعه هوريه لكم في اخر الفيديو. ميبو احنا هناخد بصوا يعني معلقه فقط اهو كده. كريم ميبو حلو جدا، بيمنع التصبغات والاسمرار، بيمنع الالتهابات، وبيعالج تشققات الشفايف، وبيعالج كمان الجروح بتاعتها، وبيمنع الجفاف بتاعها. شايفين كده؟ كفايه جدا. اللي بعديها هنحتاج كبسوله واحده من فيتامين هي اللي هو فيتامين اي. بس عشان الحته دي كده جت في ايدي. كبسوله واحده هتغني. الكبسوله بتاعت فيتامين اي ليه؟ لانها هتخلي الشفايف اصلا ناعمه ومترطبه حلو قوي، وبتساعد على انتاج خلايا بشره جديده، وبتلطف الشفايف. وكمان انا قلت ان هي بترطب الشفايف حلو قوي. اهي الكبسوله بمقص كده اهي، شايفين؟ هننزل كل اللي فيها، الفيتامين اللي فيها كده. احنا نزلنا كل اللي فيها. هنقلبوهم بقى كويس جدا. بصوا دي اللي هي انا كنت بجيبها عشان بعمل نشاطات للولاد ساعات بيها. دي حلوه جدا، اللي هي العصايه اللي هي عامله زي الايس كريم، وبالكحول كده. وهقوم رشه كده رشتين عليها، وهنشف بس اللي فيها عشان ما يكونش لسه فيها كحول فيوجع شفايفنا. وهقلب بقى الخلطه الروعه الخطيره ديت اهي. انا دلوقتي حالا انا هعملها بعد الفيديو ليا والبنتي الصغيره شفايفها فعلا متشققه قوي، وحطت كذا ليب بالم ما عملتش نتيجه. عشان كده قلت لها تعالي هعمل لك الخلطه ديت، وقلت اعملها معاكم كمان. هنمسك بقى الخلطه ديت هنحطها على شفايفنا، وهنقعد بيها من ربع لنص ساعه، وبعدين هغسل شفايفي كويس. والخطوه اللي بعد كده سهله جدا، اللي هو الفازلين. اي بقى فازلين موجود عندنا هناخدوه ونحطه كده طبقه حلوه على شفايفنا. في تركه بقى حلوه جدا ومهمه جدا. التركه دي هي ان بعد ما احط الفازلين، شايفين الكيسه دي؟ عارفين دي اكياس اللي هي بتاعه اللبن؟ انا مقطعاها كده مربعات صغيره. هاخد حته وهحطها. نفرض ان انا حطيت هنا مثلا الفازلين اهو، يعني مثلا حطيت فازلين اهيت حته صغيره على شفايفي وحوالين كمان شفايفك، وهقوم حاطه عليها الكيسه دي 5 دقايق 10 دقايق، وهشيل الكيسه. عايزه تخلي الفازلين كمان شويه تمام، مش عايزه خلاص ممكن تغسلي شفايفك. الطريقه ديت والوصفه دي هتخلي شفايفك خطيره حلوه جدا 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 عن تجربه. اهو انا اخدتها وحطيتها على شفايفي، حلوه قوي قوي قوي. هتغنيكي عن بقى اي مرطبات، عن اي كريمات ممكن تحطيها لشفايفك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه زي ما قلت لكم، وشير لكل اصحابكم عشان القناه تكبر بيكم. واستنوني في فيديو جديد. سلام.